ازيكم شباب تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنحل التقييم الاسبوعي بتاع اول ليسون في شابتر 5، وده اصلا اخر شابتر. هو عبارة عن 5 دروس، ولكن في منهم درسين بيتاخدوا على مرتين، يعني من الاخر كده المعلومات فيهم قوية شوية. معلش اعذروني، انتوا عارفين ان انا حزينة شوية، فسوري بقى فور ايه شكلي المعفن ده. يلا. احنا دلوقتي بنحل التقييم الاسبوعي بتاع week 4 اللي هو الرابع. يلا بينا يلا بينا. The part of the mimosa plant doesn't affected by the touch or ايه الجزء؟ طبعا انت عارف الميموسا الستام والجزء بتاع البلفنس السكندري البرايمري روكس. بعد كده بيبقى عندي برضو البلفنس دوت والسكندري روكس دوت very sensitive، خصوصا من اللور بارت، وده برضو very sensitive. لكن الجزء بتاع الستام اللي هو الأساسي ده اللي مش بيكون sensitive. Number 2, increasing the concentration of auxins lead to زيادة الأوكسنز في الستم بتطول، في الروت بتبطأ. لو تفتكروا الاوكسنز هرمونات النمو عند البلانت ليها تو افكت عكس بعض. لو الاوكسنز دي موجوده في الستيم هلاقيها بتطول بتعمل elongation، لو موجوده في الروت هتلاقيها بتبطأ. فهنقول number B. بعد كده scientific term right growing plant respond to the external stimuli، يعني أي حاجة خارجية which is Earth's gravity. طيب لما البلانت هيتأثر بالجرافيتي كنا بنقول على ده إيه يا ولاد؟ geotropism. Scientist who built his explanation of phototropism through his observation and conclusions from his experiments. مين اللي كان بيعمل الاكسبيرمنتس يا ولاد؟ بايثون جانسون لو فاكرينه. هتقول لكم ايه شبه، مش هينفع اقول دلوقتي الموضوع بقى صعب. بايثون جانسون ده الساينتست اللي بدأ يشوف الستم بتاع الشوفان وتأثير الأكسونز عليه. طيب بعد كده give reason the movement of a mimosa plant depend on internal and external stimuli. yes. ليه؟ لأن هي بتديك طريقتين للتعبير. أول حاجة إن هي أصلا بتتحرك لما أنت بتلمسها، بتعمل نفسها قال يعني نامت، أو قال يعني في الضلمة بتلاقيها عملت برضو المية اللي في البلفنس قلت، فتلاقي برضو الميموسة ديت كأنها نايمة في الضلمة. فأنت لو لمست الميموسة هتعمل نفسها wilted، أو لو الضوء الضوء غاب أو الدنيا ضلمت برضو بتعمل نفسها نامت بنفس الطريقة. طيب فهنقول إن lower part، هنقول the movement of mimosa depend on، بيعتمد على ايه؟ depend on حاجتين، اللي هي التوتش، تاني حاجة اللايت. لو لمستها تعمل نفسها دبلانة، لو قفلت النور هتعمل نفسها نايمة، لأن احنا قلنا إن هي عندها اللي هي اللايت awaking والdarkness sleep phenomena. طب ايه اللي بيحصل؟ كنا بنقول ان اللور بارت بتاع البلفنس اللي هو الكلكيعه اللي مليانه ميه دي اللي بتخلي الميموسه صاحيه. طب اول ما انت هتلمس الميموسه البلفنس الميه اللي فيه بتقل وبتروح للستيم، فتلاقي الميموسه عملت كانها دبلانه او كانها نايمه. هنقول ان اللور بارت بتاع البلفنس is more sensitive of البلفنس is more sensitive than the upper part. So after التاتش، دي مش تاتش، دي after طف كده، after التاتش، after التاتش الميموسا البلانت بيستيمولاي ممكن يعني هكمل في حتة تانية، ماشي؟ هعمل كده وهكمل. stimuli certain
chemicals هيطلع certain chemicals تقول للميه اللي في البلفنس ايه اجري اجري روحي للستم، فالبلفنس يبان كأنه ده بلان او البلانت كله كأنه ده بلان. ها بتكوز الموفمنت of the water by osmosis from البلفنس causing dropping effect كأنها دبلت أو نامت. معلش خطي وحش بس الموضوع مش بيبقى سهل عشان بكتب على جرافيك تابلت. اوكي نكمل. Weekly evaluation 2. The mimosa plant has look like the function of human joints. مين اللي عامل زي مفاصل الإنسان بيتحرك؟ اللي هو البلفنس. لو مليان مية تلاقي البلانت صاحي، فضى مية تلاقي البلانت كأنه ايه؟ نايم. طيب how many rows of the leaflet hang down؟ كنا بنقول ان انا hang down that is contraction of the first swollen pelvis كانوا بيبقوا 8 لان احنا كنا بنقول 4 في 2. طيب write the expression me. Biological process express the flower of some plant opening during the day and closing them tonight. يعني كأن البلانت صاحي ونايم. دي كانت حركة الميموسة اسمها weakness أو wakeness عشان صحية wakeness and sleep phenomena. طيب the plant ايه ده هو انا ممكن اكتب على شكلي؟ طب استنوا كده اعمل نفس الشغل. اوعى. طب خلاص مش وقته دلوقتي. طيب The plant responds to an external stimuli. البلانت يكون حاسس بحاجة خارجية زي الضوء زي الحرارة which is humidity زي الرطوبة. So the plant كنا بنقول على دي ايه hydrotropism. طب لو حاسس بالجرافيتي geotropism. The effect of oxygens varies أيوة in different location لأن أنا عارفة إن أنا حاسة كده إن في حاجة مش مظبوطة ما علينا. أنا عارفة إن الأوكسنز لو في الستم بتعمل elongation لكن لو في الروت بتعمل inhibition أو بتبطئ النمو. بص هغنيها الأوكسنز في الستم بتسرع النمو، الأوكسنز في الروت بتبطئ النمو، الأوكسنز في الستم بتسرع النمو، الأوكسنز في الروت بتبطئ النمو. ربنا يستر. عارفين ليه ربنا يستر؟ عشان في فقر. حاسة كده إن في فقر مش عارفة ليه قابلته يعني. مهم هنقول طبعا عشان الأكسنز in the stem تعمل ايه؟ elongation بتcause elongation of cells. لكن الأكسنز في الروت بتبطئ النمو. الجنب اللي فيه أكسنز بيطول بصورة أبطأ أو بسرعة أبطأ، فالأكيوميليشن في الروت بتكوز decrease في الإلونجيشن of cells. ممكن تكتبولي لما بفتح الكاميرا كده بتبقى مفيدة ليك ولا لأ؟ عشان أنا صراحة ببقى مقدرة لأن شكلي بيبقى وحش. فلو لو هي مفيدة هعمل كده في كل الفيديوز، لو مش مفيدة خلاص شيل شكلي دوت بدل ما ممكن يجيب لكم اكتئاب في يوم من الأيام أو يسرقكم. يلا آخر weekly evaluation. هو ال weekly evaluation الواحد بيبقى متقسم كذا حتة. طيب يلا بينا. لا هو شكل كده والله فيه فر كده أنا مش متهيألي. ماشي ربنا يستر. The cells of increase their division speed due to accumulation of oxygens. ايه السيلز اللي بتسرع النمو او بيتسرع فيها النمو؟ السيلز بتاعت الايه الستم. اذا انا عارفه ان الستم المكان اللي بيكون فيه الاوكسنز هو ده اللي بيحصل ايه increase في الديفيجن يعني بيخلف كتير.
أو بيحصل elongation. طيب the process of feeling in plant طبعا is limited to some plants such as mimosa. فكرة الإحساس بتكون limited. طب هنشوف بقيتهم. decrease as the plant structure become more complex. لا طبعا هو كل ما البلانت هيبقى complex كل ما هيبقى بيديك رد فعل أقوى. is connected to external and internal factors. أيوة لأن البلانت دايما بيحس بالحاجات الخارجية والداخلية. طيب نكمل. A structure found in the mimosa is similar to the joints. أول ما تشوف كلمة مفصل افتكر على طول pelvinus أو swollen part. إيه اللي بعده؟ The plant responds to an external stimuli which is light. يبقى ده اسمه الفوتوتروبيزم. ولو انت خدت بالك كده انت خدت الثلاث انواع بتوع التروبيزم، الهيدرو والفوتو والجيو، خدت التعريف بتاعهم. طيب اخر حاجه what happen لو البلفنس دوت، ايه اللي هيحصل لو البلفنس ده مش موجود؟ طبعا البلفنس ده هو اللي لما بيملى ميه بيخلي البلانت يشعر او يديك ريسبونس كانه صح، ولما بيكون الميه فيه قليله هو ده اللي بيديك الشعور ان البلانت ده كانه ايه، كانه نايم. فلو مفيش pelvinus we will never see the effect. مش هنقدر نشوف ال effect of our touch لمستنا or light on the mimosa. ولو مفيش pelvinus بيتملي ميه ويفضي ميه مش هلاقي ولا في رد فعل ليه، او يعني هنلاقي ان الميموسا ديت ما عندهاش رد فعل no response no sensitivity، ولا هلاقي ان هي بتدي رد فعل response never see the effect او the response. مش هلاقي رد فعل للتاتش او اللايت. بس وبكده نكون خلصنا الويكلي assessment الرابع. باي باي. صحيح افتكروا دايما مع باي دي البيولوجي سهله مش مخيفه. باي باي.